الجريد 5 عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كده خلصنا ليسون 3 من كونسبت 2. النهارده هنكون بنخلص اخر ليسون في كونسبت 2، وهو كونسبت بيتكلم عن حاجه اسمها الستيم زي ما احنا متعودين. في جريد 4 كان اخر ليسون بيتكلم اللي هو الستيم يعني. ستيم ان اكشن. بنتكلم في الليسون دي هتلاقي عباره عن يعني اول جزء بس هتلاقيه جديد، وبعد كده هتلاقيه مراجعه على السيد ديسبيرسال، اللي هو ان احنا قلنا البذور ممكن عندها الواي اوف سيد ديسبيرسال، ان البذور ممكن تتنقل من مكان لمكان بكذا طريقه، وخدنا ساعتها كذا واي. بيقول لك انا عندي لفظ مهم قوي بنسميه ريستريشن. اوكي، restoration ecology. يعني ايه كلمه restoration ecology يا مستر؟ اللي احنا عندنا مثلا نظام بيئي، النظام البيئي ده اتهدم، فاحنا عايزين نعمل له بناء. فالريستوريشن ايكولوجي اللي هو اعاده بناء للنظام البيئي اتهدم خالص. تعال نشوفها. طيب بالانجلش عباره عن rebuilding habitat that are damaged. يبقى تاني، يعني ايه كلمه restoration ecology؟ عباره عن هو إعادة بناء لموطن اتدمر، اللي هو rebuilding habitats that are damaged. تاني، يعني ايه كلمة restoration ecology؟ عشان ممكن تيجي لك مثلا في complete ان restoration ecology means هتقول لي ايه؟ rebuilding habitats that are damaged. او ممكن يجيبها لك في true false، او يجيبها لك scientific term. مين هي اللي rebuilding habitats that are damaged؟ هتقول لي restoration ecology. يبقى فهمنا عن ايه كلمه لفظ restoration ecology، اللي انا بعمل rebuilding، اللي انا بعمل اعاده بناء يا مستر لهابيتات. الهابيتات ده مستر حصل له دامج، فانا بعمل له rebuilding. بعمل له ايه؟ rebuilding. طيب، فبيقول لك ان restoration ecology ده بيهلب البلانت والانيمال، يعني اعاده البناء المواطن اللي اتهدمت او الاماكن اللي اتهدمت يا مستر. ده بيساعد يا مستر البلانت والانيمال تو هاف ستيبل، عشان يبقوا قاعدين في استقرار، stable environment to survive، عشان يبقوا على قيد الحياه. فلغايه دلوقتي عرفنا معلومتين. يعني ايه كلمه restoration ecology؟ و restoration ecology مهم ليه؟ restoration ecology معناه rebuilding للهابيتاتس that are damaged، بنعمل اعاده بناء للموطن اللي اتهدم. طب هل الريستوريشن ايكولوجي دي حاجه امبورتنت، حاجه مهمه؟ طبعا حاجه مهمه جدا، عشان ده بيعمل يا مستر بيهلب البلانت اند الانيمال اللي هم يعيشوا في ستيبل انفايرمنت، فبالتالي يكونوا سرفايف، فبالتالي يكونوا يا مستر تو سرفايف. ده كده المعلومتين الجداد. عندنا دكتور اسمها دكتور بيكي باركر. دكتور زي ما شايفين في الصوره دي دكتور بيكي باركر. مالها مستر دكتور بيكي باركر يا مستر؟ الشغل بتاعها يعني المكان، يعني الوظيفه بتاعتها اسمها دي الوظيفه بلانت كوميونتي ايكولوجيست. بلانت كوميونتي ايكولوجيست. يبقى لما يقول لك دكتور بيكي باركر ايه الجوب بتاعتها، الوظيفه بتاعتها عباره عن بلانت كوميونتي ايكولوجيست. طيب، تاني حاجه يا مستر، بيقول لك she always loved the plant and animal since her childhood. يعني هي بتحب جدا، دي معلومه مش مهمه اكيد مش هتيجي في الامتحان. بيقول لك هي من صغرها كانت بتحب البلانت والانيمال جدا يعني. فبتقول لك when she was to teenager، يعني لما كبرت شويه مثلا she studied a class in the restoration ecology. يعني درست الريستوريشن ايكولوجي عشان هي اصلا بتحب البلانت والانيمال، فعايزاهم يعيشوا في ستيبل انفايرمنت، فدرست ازاي تعمل ريستوريشن للايكولوجي. فبتقول لك لما كبرت شويه درست الريستوريشن ايكولوجي. وبعد كده بنتكلم تاني على السيد ديسبيرسل. قلنا هنا بس هناخد طريقتين، ان في سيد يا مستر بيحصل لها ستيكي فبتلزق، يعني فاللي هي الستيكي سيدز. مين هي الستيكي سيدز دي يا مستر؟ دي السيدز اللي بتلزق على الهيومن كلوث، على اللبس بتاع الانسان، او الانيمالز بودي اللي هو جسم الانيمال، او الانيمالز فور. يبقى الستيكي سيدز دي السيدز اللي بتعمل ايه؟ ستيك، بتلزق على مين؟ لا اما الهيومن كلوث، لا اما الانيمالز بودي او الانيمالز فور.
في سيدز يا مستر تانية بنقول عليها لايت سيد، دي يا مستر بتبقى سيدز خفيفة جدا 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 بينقلها الويند يا مستر that are dispersed by wind that are dispersed by wind. يبقى احنا كده خلصنا lesson 4. انا عارف اللي هو كان lesson 4 لذيذ، وليسون 3 برضو كان لذيذ. بكده نكون خلصنا كونسبت 2. يبقى احنا كده خلصنا كونسبت 1 وخلصنا كونسبت 2. احنا كده خلصنا تلت المنهج. فاضل بقى كونسبت 3، وبعد كده نبدا في يونت 2 برضو هم 3 كونسبت. رب تكونوا فهمتوا. لو احتجتوا اي حاجه ابعتوا لي على رقم الواتساب. ودايما خليكم فاكرين ان احنا لازم نكون بنذاكر اول باول، وافتكروا ان الساينس is fun for everyone. سلام.